اي والله. فكنا نعمل، فبعد أنا ما استقريت بشهر تقريبا فوجئت كانت عندنا طيارة تطلع الساعة تقريبا 5. بعد ما تحركت الطيارة أنا مكتبي تقريبا مشرف على الساحة، ومكتب الراديو مشرف على الساحة، إذ به شخص يدخل علي: السلام عليكم. عليكم السلام. قلت: عليكم. أنا عند الله ثم عنده. قلت: أمر يا والد، وش تبي؟ قال: تكفى، ولدي صار له حادث، أبغى الطيارة. قلت: والله على خشمي، على رحلة 11 المساء، لكن قال: ورني إياها. اي والله، من طيب نية أنا. فخذيته ودخلت على أخوي محمد الثمالي اللي هو مسؤول الراديو أو المدير اللي مسؤول، قلت: شفها. قال: حول ولا قوة إلا بالله. رجعته، قلت: ترى والله انعشاك عندي ذا الليل، والله يا أبو محمد ما أمداني أقوله إلا التلفون يرن. محمد الثمالي. قال: أبو حسن. قلت: إيه. قال: الطيارة رجعت. قلت: ليه؟ قال: الكابتن يقول عندي خلل فني. أنا لا أخفيك القول، ربطت بين هذا الرجل وعندما قال لا حول ولا قوة إلا بالله بهذا الشيء. قلت: خلاص. قلت: استرح، ما يدري وش اللي صاير. ولعندي واحد من الموظفين، قلت: صدروا له تذكرة على حسابي. كفو. صدروا له تذكرة. أخذت سيارتي، عندما وقفت هم قدموا السلم، طلعت: كابتن والله أنه ما يعني هو شهري، لكني أنا ما يحضرني اسمه. قلت: يا كابتن. قال: نعم. قلت: ترى حصل 1 2 3، قطع شوري، خلنا نجيب الرجال وإن شاء الله الطيارة بتشتغل. قال: جبه يا أخ عبد الرحمن. اي والله. كفو. أخذنا الرجل، وحتى كانت يعني تصور طائرة الترايستار مليانة فل، زحمة شديدة جدا، ما كان في زي السيارات ذيك الأيام الزحمة اللي والخدمات اللي هي طبعا البديلة اللوجستية البديلة. والله إن عندما طلعناه يا أبو محمد وحطيناه، وإني أنا اللي رابط حزامه في الكوكبت في الجنب سيد الخلفي بالكابينة في الكابينة. إلا الكابتن يقول: لا إله إلا الله، اشتغلت، السلام عليكم. عليكم السلام. اي والله تبارك الله. وأو ارجع وأسأل المدراء، كان الله يمسيه بالخير، إبراهيم الدغيثر أخونا وأستاذنا وموجهنا، كان مساعد المدير العام التنفيذي هذه كلمة السوي. بلغته، قال: سبحان الله العظيم، لأنه كان يتابع أي طيارة تتأخر وليش رجعت، ونعمل الجستيفيكيشنز المبررات إنها ليش رجعت. هذه من المواقف اللي حقيقة أنا والله ما أنساها، عندما قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. دكتور عبد الرحمن، أنت تقاعدت تقاعد مبكر. نعم.